بالنسبة للمثقفين الشيعة هم الذين يعيشون مشكلة وأزمة حادة. المثقفون الشيعة لا يستطيعون أن يستشهدوا بأحاديث. هذا المثقف يتعب نفسه في كتابة بحث أو صناعة فكرة أو بلورة مفهوم معين، سواء في مجال الأخلاق أو في مجال التربية أو في مجال الاقتصاد أو في مجال علم الاجتماع، في أي مجال. بمجرد أن يكتب بحثا ويبلور مفاهيم يريد يستشهد عليها بأحاديث، ما يقدر يستشهد. لما؟ لأنه لا يوجد عنده كتاب صحيح. متى ما استشهد بحديث قال من وين لك هذا الحديث؟ بالك انت كل حديث يجيبوه، وقف حدك، من وين جايب هذا الحديث؟ من اللي يقول لك هالحديث صحيح السند؟ من اللي يقول لك ان السند موثق؟ من الى اخره. اذا فبالنتيجة المثقف الشيعي يجد نفسه مقيدا ويعيش ازمة فكرية، لانه لا يستطيع الاستشهاد على افكاره وعلى مفاهيمه باي حديث من الاحاديث لعدم وجود كتاب صحيح. وهذه مشكلة توجب تعطيل الطاقات الشيعية. بالنتيجة الطاقات الشيعية لا تتحرك. الطاقات الشيعية تقف لا تتحرك. لماذا؟ لأنها محاطة بعدم وجود كتاب صحيح في الحديث. هذه الأزمة تخلق تعطيل للطاقات الفكرية الشيعية. هذه الأزمة تخلق حواجز أمام الباحثين وأمام المؤلفين وأمام المفكرين، لأنهم لا يستطيعون أن يستشهدوا بحديث من الأحاديث لعدم وجود كتاب صحيح عندهم. وإذا قيل